بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسعادة يا رب، ويكرمكم ربنا ويسترها معاكم ان شاء الله. انا هعمل النهاردة اكلة حلوة قوي هتعجبكم والله، جميلة. فاكرين البيف اللي انا عملته ده، البلوبيف؟ بصي اعمليه وعليا طعم مفيش زيه في الدنيا اللي خلاها ربنا. احلى من العلب الف مرة، واطعم وانضف وارخص. انا طلعت علبة خدت منها شوية وقطعته مكعبات اهو زي ما انتوا شايفين اهو، لسه متلج. وسلقت يجي كيلو بطاطس، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هصفي بس البطاطس واوريكي نعمله ايه. نعمله اكلة بقى ايه هتعجبك جدا، محدش عملها قبل كده، اول مرة هتشوفيها. بس اعملي البيفي دوت، هينفعك في كل حاجة. كل حاجة هتعمليها هتلاقيها مظبوطة، هتلاقي طعمها عسل. احلى حاجة البيفي والله، طعمه جميل جدا، احسن من اللي في الشارع الف مرة. انا هصفي البطاطس واوريكي. يا حبايبي انا صفيتها من الميه السخنه بتاعت اللي كنت سلقاها فيها، وحطيتها اهوت في البوله دي، وحطيت شويه فلفل اسمر وحبه ملح، وهدهسها. هدهسها خليها ناعمه. تمام. سهله ما فيهاش اي حاجه، هتعجبكم قوي، اكله جميله. طالما عندك البيفي ده ممكن تعملي بيه كل حاجه. ممكن تعملي مكرونه، ممكن تعملي اي حاجه وتحطي فيها. تعملي عيش بتاع دوت، بطاطس محشية، عيش محشي كده بالبطاطس، بتبقى جميلة. هبقى اعملها لكم كمان، عملتها هي طلعت حلوة قوي. اعمليه في البيت جميل، هينفعك يوم ما عندكيش حاجة هتطلعي وتعملي زي ما انتوا شايفين اهو. تدهسيها تنعميها خالص. متاخدش وقت، بس قشري البطاطس واسلقيها ما بتاخدش وقت معاكي، لكن لو سلقتيها بحالها كده بتاخد وقت جامد. بنعمها بس يا جماعة، معلش. تعالى يا محمد، تعالى عشان تصور لي يا محمد، عشان مش عارفة اعمل بايد واحدة. تعالى كده برضو، ده انا بعمل لك اكلة جميلة. أكلة إيه؟ هتشوفها دلوقتي. خد دوق البتاع، خد حتة. ماشي بقى. خليك بقى واقف. أهو. شايفين حبايبي؟ بتمسكي حتة البطاطساية كده وتاخدي حتة البيفي كده اهو. اهو كوريها بس كده. دهنا الصينية زيت اهو، حطها فيها زي ما انت شايفة كده. تحطي الحتة اهي، تقفلي عليها كويس. انا حطيت على البطاطس معلقتين زيت عشان معلهاش ايدام طبعا خالص اهو. شايفين حبايبي؟ سهلة وجميلة. شايفين حتة البيفي بتبقى جميلة ازاي فيها؟ حاولي تداري البيفي كده، متخلوش ظاهر. خلصها امتى؟ انا شايف يا محمد. ايه رأيك في الأكلة العسل دي؟ هتخلصيها امتى؟ حالا. حطها في الفرن وهتروح ايه مستوية على طول، ما بتاخدش وقت. شغل الفرن بس وحطها فيها. شايف؟ ما تسويها، ما تعمليها وتوليها للناس. ما انا اعملها، ايوه وريها لهم عشان يعملوا زيها. شايف؟ سهلة اهي. ما تعمليها دولية صح؟ اه. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ شايف البيفي؟ أول ما الدولية تخلص والنص ده يخلص وكل حاجة. هنروح عاملين زيها لو هم عايزين يعني. صح.
لو عندهم بيف هيروحوا عاملين. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ شايف البيفي جميل ازاي؟ حتة كبيرة اهي عشان خاطر تبقى طعمها حلو. ما يلا بقى، ما هو عندنا بقى، مش شاريينه ولا حاجة. لو شاريينه هنحطه حتة صغيرة قد حتة صغيرة خالص، صح؟ قد ايه؟ تبقى صغننة. زي دي صح؟ لكن احنا علشان عاملينه عندنا فبنحطه حتة بتبقى كبيرة. بتبقى كده صح؟ بتبقى تحت كده صغيرة صح؟ اه، لكن كده عشان تبقى مليانة كده وطعمها حلو. هخلص الكمية كلها اوريكي. قفل. انا حطيت بيضة وعليها شوية فلفل اسمر وشوية خل وندعة ملح. هدهن الوش بس، بيضة واحدة اهي. شايفين لما صلى على النبي طلعت كمية كبيرة والله، وفضل بيف اهو، بلو بيف. هدهن الوش عشان هحط عليه حاجة كده يعني، شايفين؟ اعمليها بس كده وعليا اتفرجي بقى على الطعم وعلى الحلاوة. هو البيف عندك مش هتخسري اي حاجة، هتعملي كل حاجة بيه، احسن من اللحمة المفرومة 1000 مرة. هو كل حاجة مستوية خلي بالكم، بس انا شغلت الفرن طبعا عشان احمرها. بس دهنت الصينية شوية زيت. انا ما حطيتش اقدام فيها غير معلقتين 2 زيت للبطاطس عشان اعرف اكورها. اما البيفي فيه زي ما انتوا عارفين اقدامية مدهون وكده، فمش محتاجة يعني سمنة ولا زبدة ولا حاجات من دي. هي بس محتاجة كان شوية الزيت عشان تعرفي لما تيجي تمسكيها تكوريها تكور معاكي. هنا كلها كده اهو. البيضة طلعت كتير، خسارة. يلا حطها في التلاجة، مش هيجرالها حاجة، خسارة، مفيش حاجة تترمى. حطها في كيس وحطها في الفريزر. خلاص كده دهناها كلها. هنعمله ايه تاني بقى؟ انا جايبه طماطم رفنعه خالص، هحط كده عليها عشان تلزق اهي، شايفين؟ نقيت الطماطمية رفيعه خالص. هتديها طعم وتديها شكل حلو. تقولك ايه، العين بتاكل قبل البق. معرفش بقى العين دي بتاكل ازاي يعني، بس يعني المنظر يعني قصده. يا جمالها يا جمالها على حلاوتها وريحتها. والله هتعجبك قوي. حتى لو انت مش عايزه تكوريها كده ممكن تتهسيها وتروحي مفردها في الصينيه وحاطه وحاشياها، بس دي طريقه يعني ايه، حاجه كده جديده يعني. انا مقطعها شوف رفيعه خالص، طماطم رفيعه مش طماطم كبيره. انتوا حبايبي، والله انا بحبكم ورب الكعبه. كل متابعيني ناس محترمين وناس زي العسل. شايفين حبايبي؟ حطي بقى زوقيها كده ايه، حته فلفلايه كده في الجنب، يا سلام. خلي بالكوا الفلفل ده طلع بارد واحنا بنحب الحامي، فاعمله خلاص عم منظر بس. هو يلزق عشان في بيض.
انا كده طولت عليكم صح؟ معلش، بس بوريكم يعني والله مش اكتر. لكن انا ما بحبش اطول الفيديو عشان ما تتخنقوش مني. بجد انا بحبكم ومش عايزاكم تتضايقوا مني بصراحة. فانا هقفل واكمل وبعدين ايه اوريكي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ انا هحطها في الفرن خلاص، وشوية البيض اللي كانوا الخلطة بتاعت البيض حطيتها كمان على الوش فوق الطماطم. حطها في الفرن واتفرجوا بقى على الجمال. وادي الطحينة اللي كنت عاملاها يقولك ايه ده بيبقى عليها زيت ولا عليها زيت ولا اي حاجة. الطحينة دي عارفين كلفتني كام؟ 35 جنيه. مليت البرطمان ده. هبقى اقول لكم على الطريقة سهلة وموفرة احسن من كل مرة. هنا شويت بدنجانتين كده وحطيت راس توم عليهم دقتها، وحطيت شوية طحينة وشوية خل وشوية ملح وشوية كمون. ايه رأيكم بقى؟ طلعتها ناشفين ولا شغال فرن من فوق وتحت؟ مشغلوش من فوق بس. يعني لو فرنك مثلا من فوق لوحده وتحت لوحده، شغلي من تحت. لما تلاقيها احمرت زي كده تروحي حطاها من فوق. اهي شايفه حمرا من تحت ازاي اهو. وعمل شويه الباذنجان اهو. حط لها الباذنجان، حط له طماطمايه رفيعه كده صغيره، قطعي حتت صغيره وحطها على. بتفرق كتير، بتخلي طعمه روعه. جربي كده البابا غنوج بطماطمايه صغيره كده واتفرجي على الجمال. شايفين بقى؟ بصوا المنظر، بصوا لوحة فنية جميلة عاملة ازاي. بصوا جميلة ازاي، حلوة قوي. هتعجبكم والله. اعمليها بنفس الطريقة دي. يلا حبايبي اعمليها كده وتهنى. هتطلعي بقى لكل واحد في طبقه كده بالكبشة. عايز تعملي مكرونة جنبها اعملي، عايز تعمليها سندوتشات، عايزة تغمسيها بالعيش، دي حاجة ترجعلك. بس بصي المنظر انا عملتها وانت بقى ايه حرة في الاكل بتاعك. يلا حبيبتي اعمليها كده وتهني. شايفين الجمال؟ بصوا المنظر حلو قوي، هيعجبك قوي. يلا مع السلامة حبايبي، مع الف سلامة. بس اتفرجوا بالله عليكم على الفيديو للاخر ينوبكوا ثواب، عشان انتوا بتتفرجوا حاجة بسيطة وبتقفلوا، بس شوفيها للاخر عشان خاطر تعرفي تعمليها. يلا مع السلامة حبايبي.